رافع الناصري فنان عراقي أصيل يرسم في أعماقه قصائد شعرية عذبة، ويحمل بلده وتراثه في حله وترحاله، لا سيما في بلاد الاغتراب. وتتميز أعماله بدراسة متأنية لكل مقوماتها الفنية، فتأتي متكاملة معبرة نقرأها بأعيننا وبوجداننا وبروحنا. تحت عنوان ذي إيحاءات ودلالات متعددة هو تجريد شعري، أقام الفنان رافع الناصري معرضا لأعماله في صالة الأتاسي بدمشق. قدم فيه لوحات تعتمد فكرا فلسفيا وجماليا إسلاميا أصيلا، فقد عمل على فكرة المربع ومعانيه ومداليله الكونية، مستثمرا الخط العربي والمقولات الصوفية التي عززها بألوانه الترابية والذهبية كي نجول ضمنها كما نجول ببصرنا بين الأرض والسماء. يمكن القول إن لوحات رافع تبتعد عن الصوفية، وإنها نوافذ يفتحها على داخله ليصحبنا في رحلة نكتشف فيها معه عن طريق الاستدلال واقتفاء الآثار عالما، بل عوالم مليئة بالرؤى التي تري ما لا يرى. عالمي الحقيقة هو ليس بالعالم الخاص جدا، هو محاولات لإيجاد صيغ جمالية ربما تخصني بشكل من الأشكال. أنا أحاول أن أكون مختلفا عن الرسامين الآخرين. طبعا هناك تحدي كبير أن أكون مختلف مع زملاء من بلدي أو من البلدان العربية أو من العالم، بس هذا قدري. وتعرف الإنسان العراقي دائما هو بحالة تحدي وبحالة تغيير وتجديد يعني فأصبح جزء من مهمتي، أصبح جزء من حياتي أن أطور أدواتي لإيجاد أو لعمل. لا أقول أكثر، ولا لا أقول إبداع، ولا أقول ابتكار، ولا عمل عناصر جمالية في لوحة أو في مطبوعة أو في أي مجال آخر. أنا أعمل دهشة لست متقصدا أن أعملها، بس لا أخفيك أنه مرات أتقصدها، بمعنى أنه لدي أدوات ومصادر بحيث بشكل من الأشكال ألعب على عواطفي أولا وعواطف المتلقي، فمن هنا تجد الدهشة أو تحصل الدهشة. بتراثنا عناصر جمالية كثيرة، يعني بشكل يعني لا يحصى. المهم أنه كيف تجد هذه العناصر أو كيف توفق ما بين هذه العناصر والبيئة الحديثة أو ما تعيشه في هذا العصر. أنت مثل ما تفضلت أنه كيف تعمل لوحة معاصرة بعناصر تراثية. النوافذ ما تعرف، مثل ما تعرف حضرتك، تشاهد من خلال الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل، يعني هذا مسائل بديهية. فأنا يعني أتقصد أنه
يعني المتلقي يشاهد داخلي أنا، تراكمات اللي موجودة سواء الذهبي أو اللون الشذري أو عناصر هي بقدر ما هي إسلامية عربية، هي عراقية بحتة، بمعنى أنه بصريا أنا تعودت أن أشوفها، وأنا عندي خزين كبير من المصادر البصرية، وطبعا أوثقها، يعني لا أرى فقط بل أوثق. واليوم أنا في المنطقة القديمة من دمشق عند الجامعة العراق وثقت مصادر بصرية يعني مالتي إلي. يعتبر الفنان رافع ناصري من أهم فنانين الجرافيك في الوطن العربي. بيقدم بهالمعرض تجربة أعمال